السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. نعقد اليوم لقاء بين النقابات والحكومة برئاسة أخنوش، السيد عزيز أخنوش، من أجل تدارس بعض القضايا المتعلقة في إطار الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة، وفي إطار مطالب الشغيلة التعليمية، في أفق الاحتفال بعيد الشغل فاتح ماي اللي كيفصل عليه تقريبا أسبوع. حيث أن الحكومة نظمت لقاءات منفردة مع كل نقابة على حدة، وتداول هذا الاجتماع اللي تعقد بين الحكومة والوفد اللي تفاوض عن كل نقابة. أولا الاتحاد المغربي للشغل، فإن حسب المصادر ديالو فإن مطلبين مهمين هما الزيادة العامة في الأجور، وكذلك رفع معاشات المتقاعدين اللي مجدة من واحد السنين تقريبا. وكانت المطالب كذلك التخفيض الضريبي عن الأجور، كذلك لهاد الضريبة اللي كتقل كاهل الأجراء والموظفين. حيث أن هذا الوفد النقابي الاتحاد المغربي للشغل قال بأن الإجراءات السابقة لم تعد لها أي نجاعة نظرا للتدهور ديال القدرة الشرائية من جراء الغلاء. كما أنه كان واحد النقاش كبير حول المأسسة ديال الحوار الاجتماعي حول الحوار الاجتماعي، بحيث أنه لابد من تنظيمه بنصوص قانونية، حيث أنها كتلزم جميع المستويات المركزية والقطاعية وكذلك المحلية، باش يتفادى التخبط اللي كيعرفوا هذا الحوار الاجتماعي في الشهور الأخيرة. وهيمن على هذا الحوار أساسا موضوع القطاع المتعلق بالتربية الوطنية والجماعات الترابية، حيث أن رفاق مخارق قاموا بواحد الاحتجاج كبير على ما قالت ليه على الفتور واللي كيشهدوا هاد الحوار في هذين القطاعين، أي قطاع التربية الوطنية والجماعات المحلية. وكيحملوا الحكومة هاد الاحتقان اللي تزاد بشكل كبير، وفيما أن الحكومة أعلنت على الالتزام ديالها بشكل جدي باستمرار هذا الحوار القطاعي وحل هاد المشاكل اللي كاينه العالقه في هاد القطاعين. ومن جهه اخرى انه ما تمش التداول ديال اصلاح صناديق التقاعد اللي كتعتبر من اهم القضايا اللي مختلفه بها الحكومه معنا مع الحركه النقابيه، حيث ان الوفد النقابي شدد على استحاله القبول باي اصلاح كتحمل التكاليف ديالو الشغيله. كانت هذه ابرز ما تم التداول ديالو في اللقاء الاول اللي جمع بين الحكومه والمركزيات النقابيه. غادي نحاولوا نتبعوا معكم بجديد بخصوص الموضوع. شكرا على الوفاء ديالكم، والى اللقاء.